كتب وصيته مات، والمؤلم في الموضوع مات من كتر الضرب. رحل عن عالمنا الآن الفنان الكبير تامر ضيائي، ورحل بعد ضربه في خناقة. تعالوا نشوف التفاصيل. من ساعات انتشر على منصات التواصل الاجتماعي خبر وفاة الفنان تامر ضيائي ووفاته بشكل مؤلم، ولكن قبل ما اقول لكم ايه اللي حصل خليني اعرفكم ان الفنان تامر ضيائي كان حاسس بقرب وفاته، فقرر يكتب وصيته على الفيسبوك، وكان ابرز الكلمات اللي فيها: صلاة الجنازة أهم من العزاء، وكل ما العدد زاد أكتر. يا ريت محدش يجي العزاء وتيجوا صلاة الجنازة، ويا ريت العزاء يتعمل في البيت، وبالفلوس الباقية تطلعوا لي صدقة جارية. يا ريت كل اللي بيحبوني يدعوا لي بالدعاء والصدقة. خليني أقول لكم إن الدعاء والصدقة بيوصلوا أكتر من ختمة القرآن. عاوز الكل يسامحني على أي حاجة، وسيبوا اللي عايز يعيط عليا يعيط، العياط مش حرام، وممكن تحطوا فلوس في صدقة أو في جامع، وبلاش المصاحف الكتير. أما عن تفاصيل الخناقة، فكان الراحل تامر ضيائي في المستشفى مع زوجته في التجمع الخامس، وحصلت مشادة كلامية بينه وبين فرد الأمن انتهت بالضرب بينهم، وانتهت أيضا بوفاة الفنان تامر ضيائي. يا ريت كلنا ندعيله بالرحمة والمغفرة.